كيف مات رسول الله؟ تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي في غرفتي فاتكأ النبي صلى الله عليه وسلم ونام على صدرها. تقول: ويرفع يده إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم دخل جبريل على النبي فقال: يا رسول الله، السلام، يقرئك السلام ويقول لك: يا حبيبي يا محمد، إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك وما استأذن على أحد من قبلك. قال: أذن له يا أخي يا جبريل. فدخل ملك الموت على رسول الله قال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، وإن الله أرسلني إليك إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. تقول عائشة: فرفع النبي يده يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فوقف ملك الموت عند رأس رسول الله لينادي على أشرف وأطهر وأكرم روح: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، كنت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. تقول أم المؤمنين عائشة: فرفع النبي يده وينادي ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. والنبي قال: إنني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، أتأذى في سكرة الموت كما يتأذى الرجلان منكم. تقول: فنادى على روح النبي فقبضت روحه، فثقلت رأس النبي على صدره وسقط يدي النبي، فلم أدري ما أفعل، فخرجت على الرجال في المسجد فنظرت لهم وأقول لهم: مات رسول الله، مات رسول الله، قد مات رسول الله. فهاج الناس في المسجد بالبكاء، فهذا عمر. قال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه وسأقتل من قال أنه قد مات. وهذا علي أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا رجل خارج الحجرة النبوية رفع يدي يقول: يا رب، يا رب، إن كان النبي مات حقا اللهم خذ بصري إليك. فلا أحب أن أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله بصره في الحال. ثم أثبتهم كان أبو بكر. قال: فدخل على رسول الله والنبي ميت على فراشه. قال: فاحتضن النبي وهو ميت صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وصفياه، قال: وصفياه ونبياه وحبيباه وخليلاه. ثم قال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله. ثم خرج أبو بكر إلى عمر قال: يا عمر، يا عمر، إن رسول الله قد مات، إن رسول الله قد مات يا عمر. قال: نافقوا، نافقوا يا أبا بكر. فبالله كم تستطيب. فقال له: نافقوا يا أبا بكر، وزعموا أن رسول الله قد مات. فقال: يا عمر، قد مات حقا رسول الله، أو ما قال الله له صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: أهذه آية؟ حبه للنبي أنساه الآية. قال: اسمع غيرها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.